بصراحة كل مرة المدير المالي بيتكلم فيها بحس إنه بيتكلم لغة تانية يعني. إيه مثلا لما يقول خلي بالك من التكاليف، مش إحنا أصلا مسافرينها كلها؟ طيب، بص اللي انت بتقوله ده احنا تقريبا بنقابله كل يوم لما بنيجي بنتكلم مع المدير المالي. ساعات بنحس ان كلامه معانا غامض شوية او محتاج شوية ترجمة وتوضيح. خلينا النهاردة نتكلم عن اشهر 5 جمل انت غالبا هتسمعهم من المدير المالي كتير. ممكن انت وقتها ما تكونش فاهم الجمل دي معناها ايه او هو عايز يوصل لك ايه في الاخر. وخلينا نوضح الجمل دي بطريقة بسيطة عشان كلامه تبقى انت قادر تفهمه وتبقى فاهم المعنى من وراه هو بيقول لك ايه. الجملة الأولى لما يقول لك خلي بالك من التكاليف، الجملة دي مش مجرد كلام عابر كده وخلاص هو بيقوله. ومش المقصود هنا لما يقول لك خلي بالك من التكاليف انك تسجل التكلفة اللي حصلت، بالعكس. هو قصده هنا انك تبقى عينك على كل جنيه لسه هيخرج من الشركة. يعني ما تستناش ان المصروف يحصل عشان تسجله، انت لازم تفكر بخطوة قبله. ليه المصروف ده؟ طب المصروف ده ضروري ولا لا؟ طب في طريقة تانية أرخص وتكون أذكى إحنا ممكن نصرف بيها المصروف ده ونحقق بيها نفس النتيجة ولا لأ؟ حتى الحاجات الصغيرة اللي أنت ممكن تكون مستهون بيها أو مش مركز معاها زي استهلاك المواد الصغيرة أو ساعات العمل الإضافية، دي كمان بيبقى ليها تأثير قدام على أرباح الشركة. من الآخر كده هو عايز يقولك فكر كأنك صاحب العمل مش مجرد موظف بيسجل كود وأرقام. الجملة التانية لما يقولك أنا عايز رؤية كاملة عن المشروع، هو هنا عايزك تبص على الصورة الكبيرة مش مجرد الأرقام. يعني التقرير اللي انت بتقدمه له لازم يكون بيوضح له الإيرادات، المصروفات، المخاطر، الفرص، السيناريوهات المختلفة. المدير بيبقى وقتها محتاج يشوف لوحة كاملة تساعده ان هو ياخد قرار، مش مجرد ان انت تقدم له شيت اكسل او جدول اكسل فيه ارقام وخلاص. الجملة الثالثة لما يقول لك محتاجك تبسط لي الموضوع، هو هنا خلي بالك من حاجة، ان دايما المدير او الادارة العليا ما بيبقاش عندهم الوقت انه يدخل معاك في تفاصيل كتير. هو من الاخر كده عايزك تديله الزبدة او الزتونة النهائية زي ما احنا بنقول. يعني هو عايز يسمع منك 3 حاجات: ايه اللي حصل، واللي حصل ده حصل ليه، طب لما حصل ايه القرار اللي احنا المفروض ناخده دلوقتي. فحاول انك تتعلم انك ازاي تستخدم جداول ورسوم بيانية تبين الصورة بتاعتك في ثانية واحدة من غير ما نقعد نقلب في صفحات كتير. الجملة الرابعة لما يقولك خلينا نركز على الربحية، الجملة دي هو مش يقصد بيها مجرد انك تقول له ايرادات قد ايه ومصروفات قد ايه، هو عايزك تبص على ما هو ابعد من كده. يعني عايزك تحلل له صافي الربح، هامش الربح لكل منتج او لكل مشروع، تقول له ايه اللي ممكن نعمله عشان نحسن العملية الانتاجية بتاعتنا، ايه العوامل اللي ممكن تأثر على القرار المالي اللي الإدارة اللي هتاخده، كمان ايه الفرص اللي قدامنا اللي ممكن نعملها عشان سواء كنا نحسن بيها الربحية او نقلل بيها المخاطر. وده بيخلي التقرير بتاعك عملي يساعده ان هو ياخد فيه قرار. الجملة الخامسة لما يقولك اعمل لي مقارنة مع الماضي او مع السوق، للأسف الجملة دي في محاسبين كتير بيبصوا ليها على انها جملة روتينية ومش بيركزوا فيها، مع ان الجملة دي جملة مهمة جدا وتعتبر من أهم الأدوات اللي بتخليك تكشف الاتجاهات للشركة. لما تعمل المقارنة دي مش مجرد أرقام أنت بترصها جنب بعضها في الجدول، المقارنة دي بتخليك تفهم الأداء بتاع الشركة اتحسن ليه أو اتراجع ليه. لما تضيف للأداء كمان تحليل السوق والمنافسين، انت كده بتقدم له قيمة حقيقية مش مجرد تقرير بترص فيه أرقام. اللي أنا أقصده من الكلام ده إنك لما تبقى فاهم الكلام ده وتبقى فاهم الترجمة الحقيقية ليه، ساعتها هتلاقي إن كل جملة بتسمعها من المدير المالي هتبقى فاهم معناها، وهتقدر تحول كلامه ده لخطوات عملية وتحليل مفيد يساعده إن هو ياخد القرار.
فعشان المرة الجاية لما تسمع منه كلام تبقى قادر انك تستفيد من ورا الكلام ده على قد ما تقدر، وتبقى مش مجرد محاسب تابع للأرقام، بالعكس انت بقيت خبير أرقام بيقدر يقدم صورة حقيقية للشركة.